سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير عليكم كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني بوجودهم معايا دايما ومشرفيني على القناة. ان شاء الله بإذن الله كده مكملين معاكم تربية الفراخ، والنهاردة كده هنعمل لهم برضو خلطة لزيادة الأوزان، وفي نفس الوقت الحاجة اللي هنعملها لهم برضو المشروب اللي هنعملهم على المية ده علشان وقاية من الإسهال اللي بيجي للطيور للفراخ أو البط. وفي نفس الوقت لو الفراخ بتاعتك عندها إسهال برضو اعملي لهم كده، هيكون حلو جدا جدا. بنضف معدة الفراخ معاكي وبيخليها تزيد معاكي في الوزن وبيكبر، والفراخ بتكبر معاك بسرعة جدا جدا، وكله برضو من البيت زي ما احنا ماشيين كده يوم بيوم. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. الحجم طبعا اليوم بيفرق عن اليوم اللي قبله، وكله بالحاجات الطبيعية اللي احنا بنعملها للبط وللفراخ، وكمان بنوفر ليهم من العلف علشان طبعا كلنا عارفين ان العلف غالي جدا جدا، وما بيتأثروش ان احنا بندخل لهم حاجات كده مع العلف من البيت. فما شاء الله شايفين حجم الفرخ بيظهر عليه اليوم بيفرق عن اليوم اللي قبله. قبل ما ندخل كده على الحاجة بتاعتنا اللي احنا كده هنحطها للفراخ، يا ريت لو انت لسه جديدة كده معايا على القناة ولسه اول مرة بتشوف القناة بتاعتي تنزلي تشتركي فيها، ولو عجبك الفيديو او استفدت منه ولو بحاجة صغيرة تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان اشجع ان انا استمر معاكم بتقديم فيديوهات كتيرة تستفادوا منها. طبعا انا كده لسه في بداية اليوم، فهنبتدي بقى ان احنا نفطر الفراخ والبط معاكم، وبرضو بنوفر من العلف بتاعهم. طبعا بالنسبة للمية انا عملت لهم كده مشروب على المية. المشروب ده يعتبر من البيت ومش هتكلفك اي حاجة، وفي نفس الوقت بيخلي الفرخ بتاعك يكبر معاك بسرعة، او البطة كمان لو انت حطيتيه للبط، لو عندك بط برضو بخلوهم يكبروا معاكي بسرعة. المشروب ده انا حاطاه كده على السقاية، شايفين ما شاء الله البط بيشرب منه، والفراخ كمان بتيجي وبتشرب من الحاجة اللي انا عاملاها. وطبعا انا بعملها كم مرة، بعملها مرتين في الاسبوع كوقاية، حتى لو هما ما عندوش ما فيش اي مشكلة ولا في اسهالات ولا في اي حاجة، اعملها وقاية. عندك المشكلة دي متواجدة بالفعل، اعمليها، هتفضلي تعمليها كده لحد ما تلاقي الفضلات بتاعت الفراخ او البط ابتدت ان هي ترجع طبيعية وتتماسك خالص وما يظهرش عليهم اي نوع من الاسهالات. هتبداي ان انت توقفي الوصفة بتاعتك. طبعا الوصفة بتاعتي في العلبة زي ما حضراتكم شايفين انا بعمل بعملها سقوتين، باخد منها سقوة على الصبح كده في اول النهار، ولما بخلص السقاية دي خالص برجع اكررها معاهم تاني. فبكده انا عملتها كده للبط وللفراخ، حافظت عليهم من اي حاجة طبعا، سواء في المكان سواء الفرخ بتاعك عنده اسهال بسيط اعمليها له. دي طبعا معلقة من الشيح، المعلقة من الشيح اللي بتجيبيه من العطار ويكون نوعه كويس، شيح بلدي بيكون ريحته نفاذة كده، مع معلقة قشر الرمان برضو ممكن تشتريه من العطار. لو عندك قشور رمان نشفيها وخزنيها واغلي وحطه للطيور بتاعتك، بتكون حلوة جدا جدا للإسهالات. لو في بكتيريا في بطن الطيور بتنضفها خالص. فهنا انا عامله لهم معلقه من الشيح على معلقه من قشور الرمان على نص لتر ميه، غليتهم كده وسبتهم لما بردوا خالص، غطيت عليهم لما بردوا، ابتديت ان انا حطيتهم في السقايه وكملت بالميه اللي هي البيضه العاديه. طبعا السوا دي فوق الممتازة، لان انا ماشية بقى على دفع بط كانت عندي قبل كده، كنت بعملها من غير اي ما يكون في ظاهر اي اسهال ولا اي حاجة، بعملها لهم وبتكون كويسة جدا وبتفرق. طبعا انت بتلاحظي الفرخ بتاعك طالما هو ماشي كده من غير اي مشاكل معوية تعرفي ان انت ماشية صح. ده بالنسبة للمية. بالنسبة بقى للعلف بتاع الفراخ، طبعا الفراخ والبط ده بياكلوا العلف اللي هو 23% ونوعه كويس. ابتديت برضو ان انا عملت لهم كده برضو
على العلف، يعني خلطة برضو كويسة بتمنع الاسهال. لو في بالفعل اسهال عندك بتربط بطن الطيور معاكي. ده طبعا هنا الرز المطحون، الرز اللي هو يعني مش هتاكلوهم الطيور، الرز اللي هو الصحيح اللي بيكون صالح للاكل، رز مكسور كده اللي هو متكسر خالص، بتجيبيه من المضرب ناعم خالص كده، وبتبتدي ايه ان انت تاخدي. انا هنا واخده علشان عدد الفراخ واخده حوالي على نص كوبايه من بتاعه الشاي من الرز اللي هو المطحون. وطبعا الحاجه التانية انا جبت بصلتين كده كبار مع معلقه من الكمون اللي هو الناعم مطحون ناعم خالص، مع 4 فصوص توم ضربتهم في الخلاط ونعمتهم خالص خالص لحد ما بقوا كده. وطبعا هنبتدي ان احنا ايه نقلب العلف مع المكونات دي. طب انا هنا هوفر بقى في العلف ازاي. هحط لهم برضو ده ايه، ده العيش اللي بيكون بايت عندي، ببتدي ان انا ايه افركه كده، يعني شايفين هو ناعم خالص خالص، يعني حجمه قد كمية ايه، قد حباية العلف. فببتدي بقى ان انا اقلب ده كله واحطه للفراخ بتاعتي. فما شاء الله يعني لو عملت كده للفراخ بتاعتك هتلاقوهم ابتدوا ان هم ايه، لو في اسهال عند الطيور عندك بتبتدي ان هي ايه تلاقي الفضلات بتاعت الفراخ او البط ابتدت ان هي تتماسك خالص من ايه، من الريشه، من النشا بتاعت النشا اللي هي على الرز. طبعا الرز فيه نشويات كده فبتكون كويسه جدا. طبعا بالنسبة بقى للبصل بالثوم ده يعتبر مضاد حيوي لوحده كده للفراخ او للطيور عندك يعني عامة. فبتلاقيهم كده ايه ابتدوا ان هما يرجعوا لطبيعتهم تاني. الفرخ بقى بتلاقيه ان هو رجع من غير اي اسهالات. الاسهال ده بيختفي تماما من المية اللي انت الشيح وقشر الرمان اللي انت عملتوهم على المية. وطبعا الخلطة بتاعتنا اللي هي على العلف ده علف 23% مع نص كوباية من الرز مع بصل بتوم مضروبين كده في الخلاط، ومع شوية العيش اللي هيكونوا من العيش البايت عندك تفركيه وتنعميه خالص. ده بيخلي الطيور تربي لحم، يعني الفراخ تلحم معاكي وفي نفس الوقت ايه برضو تكبر معاك بسرعة. شايفين ده طبعا حاجة كده من البيت كويسة جدا جدا بتخلي الفراخ بتاعتك كده تكبر معاك بسرعة. طبعا ما شاء الله انا بصور معاكم كده الفراخ دي يوم بيوم علشان كل حبايبي كده اللي حابين ان هم يربوا كده حاجة من البيت، حاجة نظيفة. وفرنا من العلف في نفس الوقت ايه في حاجة بتكبر معاك بسرعة. ابتديت بقى ان انا حطيت لهم كده الاكل ده في اول النهار كده، فالطيور بتبتدي ان هي تاكل. وطبعا يعني كل يوم انت بتيجي تاكلي الطيور بتاعتك بتلاحظي الفرق، اليوم بيجي ايه بيومين معاهم طالما انت واخده بالك منهم بتاكليهم بتشبعيهم. هنا وفرنا برضو من العلف بكميه العيش اللي احنا حطيناها على العلف دي بتكون كويسه جدا جدا. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه طبعا التهويه ونظافه المكان اللي انت بتربي فيه، هو ده يعني عايزه تربيه البط والفراخ تنجح معاكي بنسبه 100%. هما الثلاث حاجات، نظافة المكان والتهوية وتأكليهم أكل يكون مفيد مش أكل وخلاص. فما شاء الله يعني أنا ما أكلتش الفراخ دي من أول الاستقبال كده، ما أكلتهمش علف صافي. اللي حابب بقى يشوف الفيديوهات اللي فاتت اللي قبل الفيديو ده عن تربية الفراخ دورة الفراخ دي هيستفاد منها كتير إن شاء الله بإذن الله. يا ريت كده لو انت لسه موجودة معايا لحد الآن من الفيديو ما تبخليش كده عليا من اللايك والاشتراك في القناة، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع من الفيديو فبقوم مشجعة ان انا اكمل معاكم وانزل فيديوهات كتيرة تستفادوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.